يا منعم يا اخويا اعقل، بلاش الكلام اللي انت عمال تقوله ده. انا اختك الكبيره وافهم اكتر منك برضه. انا قلت لازم اتجوز، يعني لازم اتجوز. طب وخوخه مراتك؟ وايه يعني؟ الشرع قال 4 وانا لحد دلوقتي اتجوزت مرة واحدة بس، لكن كانت مرة وكانت ايه. والنبي يا سعاد يا اختي سيبيني في حالي، انا مفيش حد فاهمني. لا انا فاهمك كويس، حضرتك عايز تتجوز مش كده؟ خلاص يا سيدي، انا وسعاد اختك هنروح نخطب لك من بكره. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا خوخه؟ اهو كده. يعني انت مراته هتروحي علشان تخطبي له بقى؟ ده معقول؟ وليه مش معقول؟ عشان ضميرها يستريح. خلاص يا منعم ولا تزعل، زي ما قلت لك من بكره هخطب لك واحده بقى، انما ايه؟ انا عايزها بيضة. وايه كمان يا منعم؟ شعرها اصفر. وايه كمان يا منعم؟ ولسانها مش طويل. طب ودي بقى اعرفها ازاي بقى؟ تقيسيه على لسانك. منعم. نعم. قصدك ايه بقى؟ جواز وقلت لك موافقه، عايز ايه تاني بقى؟ هو كده وبس. بس بس يعني انا مش عايزك تزعلي. ازعل؟ ازاي بقى ودي تيجي؟ خلاص يا سعاد، انا هجيلك بكره علشان نروح للعروسه الجديده سوا. قلتي ايه؟ والنبي انا ما مصدقه وداني ابدا. بصحيح الكلام ده يا منعم؟ طبعا، وانا عيل صغير؟ انا قلت لازم اتجوز، يعني لازم اتجوز. وانت يا خوخه مهوداه؟ هو حر يعمل اللي هو عايز. ايوه انا حر، عشان تبقي تعرفي قيمتي. يعني مش هتعرف قيمتك يا منعم الا لما تتجوز واحده تانية؟ اساليها بقى وهي تقولك قدامك اهي، اساليها. يوجتك ايه يا خوخه؟ والنبي انا كنت مصدقه اللي قلتيه. بقى انت ناويه على كده؟ ما هو بعد سنه واحده من جوازنا وهو كل يوم يقول لي حكايه الجواز دي، بقالنا 10 سنين كل يوم يقول لي عايزه اتجوز ولا يتجوزي. ومفيش حل غير كده يعني؟ هو ده الحل الوحيد وهتشوفي. اما عجايب، والنبي عشنا وشوفنا. منعم يا استاذ منعم، انت يعني بقالك يومين مش بتكلمني ليه؟ حضرتك عايزه ايه مني بالظبط؟ حضرتك؟ ايوه. انت بتكلمني رسمي يا منعم؟ اخفى عليك. انت تقولي لي يا استاذ وانا اقول لك حضرتك. طب وبعدين؟ ولا قبلين تنفذي اللي اتفقنا عليه. العروسه مش كده؟ ما هو ده اللي انا كنت عايزه اكلمك فيه. ايه لقيتيها؟ بكل المواصفات اللي انت عايزها. كل حاجه كل حاجة، يعني فتاة أحلامك، حاجة مفيش بعد كده يا منعم. يا فرحتك يا منعم، يا هناك يا نعنع، وهتبقى عريس من تاني. بس ما قلتليش أنا هعمل إيه؟ انتي؟ انت هتكوني زي ما انت في البيت ده يا اخوخ، انت الأولانية طبعا، وحقوقك كلها هتكون عندك. يعني يا منعم مش هتجيبها تعيش معانا هنا؟ هو ده معقول؟ أنا عايز أعيش أنا وهي بعيد عالي، اي مكان، صحرا كان او بستان. حالك ايه ده كله ده؟ ايه ده كله؟ ده انت كنت مسكين قوي معايا يا منعم. اهدى انا اسفة، قصدي يا استاذ منعم. اما هو حضرتك كان لازم تعرفي كده من زمان. خلاص يا سيدي عرفت، بس انت بقى جهزت نفسك علشان مشوار بكره. تحب بقى يا منعم استاذ منعم؟ أيوة. تحب يعني اروح معاك ولا كفايه اختك سعاد؟ انا بقول يعني كفايه سعاد اختي. اللي يعجبك، لما تشوف بقى هتعمل ايه لما نشوف.